لكن يحب عباده. كيف يحبهم؟ الذي يستقيم على أمره. أنت عبد ولا معبود؟ أنت خالق ولا مخلوق؟ أنت رازق ولا مرزوق؟ قل لي لا، أنت مرزوق ومخلوق وعبد، فإنك لا تستطيع أن تتحرك إلا بحول الله وقوته. ليش عامل أنت عامل هكا وصابك هكا؟ ليس بحولك وقوتك. لو ينزع منك الحول والقوة تموت الآن. في قصة هذه معروفة مشهورة في أيام بني العباس. أحد أبناء الحسين كان زاهدا وعابدا وتقيا، وكان أحد أبناء الزبير أبناء الزبير كان يحب السلاطين ويجالسهم، فقال له يا أمير المؤمنين إن ابن الحسين يريد أن ينقض على حكمك وعرشك. قال ابعث الحرس. بعث كما كان احنا عندنا البوب، هبطوا 10 كلاب، سكروا الدار، هبطوا عليه، كلمة هبلة، هبطوا عليه. يقول رجل في جامعة بتاعه ساجد يقرأ في القرآن وساجد، هزوه كما هو إلى أمير المؤمنين ووضعه. قال له يا ابن العم، هو ابن عمه من كل بني هاشم وبني عبد المطلب. قال له يا ابن العم سمعت أنك تحضر أن تنقلب على عرشك. قال وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ والله إن الدنيا أزهد عندي من شربة ماء. قال إن ابن عمك ابن الزبير يقول إنك تحضر. قال كذب. قال ما كذبت. قال بل كذبت. قال ما كذبت. قالوا إذا سأقول لك قولا وقل له أمام المؤمنين. أقسم بالله العظيم قل اللهم إن كنت كاذبا أخرجني من حولك وقوتك إلى حولي وقوتي. وجه صفار وتخلخل، لأن إذا خرج من حول الله وقوته انتهى الأمر. ما يقدرش، عنده أما السيف يقطع له راسه أمير المؤمنين ولا يموت موت ربي، اختار بين الاثنين وخيرهما شرا. فقال اللهم إن كنت كاذبا فأخرجني من حولك وقوتك إلى حولي وأمت. نعم، أنت ما هو الحول والقوة اللي عندك؟ لا حول. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل حبيبه؟ قال وأوصاني خليلي أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال لي إنها كنز من تحت العرش. أما تخش لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ريقي في لساني، عيني في بقعتها، وذني في بقعتها، ساقي يدي تحريكي، لا حول لي. الحول هو الاستطاعة، والقوة أنك تباشر. لا حول لك ولا قوة إلا بي، إلا بالله. يعني هذا ما يكونش ربي يتدخل ما يصير شيء. بين اللقمة والفم حكوا يحكم ولا؟ هل تقدر توصلها لفمك أنت لما يقول لك ربي وصلها؟ وإذا ضعت في لسانك كيف تبلعها؟ لو مش يقول ربي يقولها صيغي وانزلي وانفعي ما تمشيش. هذا الإسلام الذي يحبه الله، أنك دائما تتفكر في نعم الله عليك، كيف الله سبحانه وتعالى أنعم عليك، وتجازي هذه النعم بماذا؟ بالشكر الفعلي لا بالشكر القولي. الشكر الفعلي هو أن تستعمل هذه الآلات في طاعته، وتستعمل كل نعمه في طاعته. وعاد يقول لك فلوسي، داري، كربتي، انجاتي. لا، أنت ليس لك شيء، أنت عبد مملوك. هذه إنما هي وديعة أودعها الله إليك تلبسها لتعرف بها الوقت. هذا لباس ما تقولش هذه نتاعك، هذه أعطانيه الله من عنده. والكتير تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أي يرزق الحول قول من؟ لله. هذا لابد أن يعيشه المسلم في كل آن وحين. إذا خالف يعيش أتعس من البهيمة. وهذا حالنا الآن. كلنا فوضنا الأمر لذراعنا، والله بذراعي، بريت الدار والله بذراعي، شريت كرم والله بذراعي. ما يقولش الله وفقني وما توفيقي إلا بالله، والله ما رزقت إلا بفضل الله، والله ما أعطيت إلا بفضل الله. ولذلك انظروا يا أخوانا الآن، امشي لديار الأغنياء، قصور، تدخل قصر ما شاء الله، لكن شوف النكد من داخل، نكد أزرق، 7 سيارات، 9 سيارات، 12 سيارة، 200 سيارة، أرخص سيارة ب 6 مليار دولار. يعيش بماذا يعيش؟ يعيش نكدا، المرض تسحر فيه. هو يعيش راقد نهار كله يشنف، نف يا اخويا، نف، تتنف خالص، تتنف وتنف. الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل الذي كانت الميزانية بتاعه تعرف قديش ولا؟ 720 مليار بخلاف الحوفة.
لكن هل تمتع يوما بحياته؟ يشرب الخمر باش ينسى، يشرب الدراب باش ينسى. وهذه هلم جرا للأغنياء، ما أقولش أغلبهم، لا أقول كلهم، أغلبهم. أنا دخلت بيوت الأغنياء للرقية، نعمل رقية شرعية، دخلت بيوت الأغنياء تأسف، أقول له لو كان ترجع للجلد والحصيرة أحسن لك. يقول لي نتمنى، لا أخذه في الدورة تتمنى، ما عادش يرجع. واحد من الأغنياء قبل من يموت كان عنده في الكفر نتاعو ستيف بلومبيه، تعرف بلومبيه ولا؟ عملها بلومباج، دخل لي يخوض فيه بالكروسة، قال له دخل لي حل مسد فيه ابو 10 وحدهم وابو 5 وحدهم وابو 20 وحدهم وابو 30 وحدهم. عمل اخ عليكم ما ترجعوش سقيه. قال له ليكوس بيه، قال له يا عافي لو كان نعطي شويه للفقراء، ما هو النبي قال تصدق داوم مرضك بصدقه. قال له كيفاش نعطيك؟ تاعي نعطيه لغيري، انت تخليه تاخذ غيري. ومات وخلى اولاده فرطقوه. ما الحرام مش الحرام. هذه ندخل هنا قوس صغير، اياكم والحرام، إياكم والحرام، يمحق الأول والآخر. والله لا يبقي شيئا. وأهم حاجة تعرفني ولا؟ يمحق الدين، الحرام.